انه كافي جراح للبلد، كافي حزن، تعبنا تشتت البلد، راح ما ظل البلد الا طعم الحقيقي. يعني احنا كل اللي نقدر نسويه انه نقف وقفه نتضامن ويا بلدنا. الكل قام يترك البلد والكل معذور. الناس تريد تعيش حياة سعيدة. احنا ما متعودين على الحروب، ومع الأسف الشديد هاي السنين اللي قضينا أحلى سنين الحياة بالألم والحزن. ماكو بيت ما فقد عزيز على قلبه، ماكو بيت ما حزن. وإن شاء الله يا ربي ينزال هذا الحزن وهذا الألم. إن شاء الله يا ربي ما تشوفون غير الفرحة. إن شاء الله يا ربي بلدنا يشفى من جراحة وتكون هذه نهاية الأحزان. يا رب أرحم كل شهداء العراق، وأكيد آخر الشهداء اللي كانوا بمذبحة الكرادة. يا رب ارحمهم، ويا رب صبر عوائلهم. يا رب صبر بلدنا، ويا رب نريد ترجع الموصل مثل ما كانت. يا رب نريد كل الناس ترجع لبيوتها وتعيش بأمان وسلام. يا رب الأطفال شنو ذنبهم؟ يا رب شنو ذنب الأطفال اللي انولدوا وعاشوا كبروا على الحروب وعلى القهر وعلى فقدان الأهل، فقدان الأب، فقدان العم، فقدان الخال، فقدان أعز الناس على قلبنا. يا رب التفت على شعبك وارحمنا. حتى لو كانت هاي التجربة من عندك، أكيد يا رب هاي التجربة كانت قاسية. يا رب زيل هاي الغمة عنا وخلينا نعيش بسلام. احنا تركنا بلدنا لأجل السلام، بس يا رب لا تحزننا على بلدنا. حتى لو احنا هون بأمان، بس يا رب نريد البلد يكون بأمان حتى لو احنا ما موجودين بينا. يا رب